أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الرحيم الرحمن الذي علم القرآن والذي خلق الإنسان فعلمه البيان، والصلاة والسلام على خير من تلقى القرآن وخير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، صلى الله عليه وآله وصحابته والتابعين وتابعيهم بخير وإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحباب. وأقدم لكم سلسلة الكتاب والتي تساعد بإذن الله تعالى على حفظ وقراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة بالتشكيل والأحكام، حيث إننا نقرأ الكلمات القرآنية مفردة ليتعلم الطالب التشكيل، ثم نتلوها تلاوة ليتعلم الطالب الأحكام، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، ومع الدرس 9 من سلسلة الكتاب، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لاحظ أخي الكريم هذه الأمور التالية: كيفية الابتداء بالكلمة، كيفية الوقوف على الكلمة، كيفية نطق الكلمتين في حال اتصالهما مع بعض. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه
ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.